السلام عليكم. علمت جريدتنا أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية البيسيج حلت قبل قليل من يومه السبت بمنطقة السلمية مصحوبة بالمتورط الأول في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس. وحسب مصادرنا جاء اصطحاب هشام مشتري ربما بعدما أكد في التحقيقات أنه تخلص من أداة الجريمة في خلاء أرض الخير بين السلمية وطريق السيار المؤدي إلى مراكش. ويظهر المشتري وهو النائب الرابع لرئيس مقاطعة سبتة في الصور مكبل اليدين ومغطى الوجه. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أعلن يوم أمس الجمعة أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس. ويتعلق الأمر بالنائب الرابع لرئيس مقاطعة سبتة أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري، وشركاء آخرين من المحتمل أن يكونوا مقربين جدا من البرلماني المقتول. وأوضح المكتب المركزي أيضا في بلاغ بهذا الخصوص أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف الهويات المشتبه فيهم في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارات التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة.